ماستربيشن اللي هي العاده السريه. السيدات كانت بتحاول تحللها كتير قوي وتحاول تشجع عليها، تبدا تبعت صور مخله وتبدا تسال اسئله خاصه جدا، اسئله جنسيه خاصه. اول ما لقيتها بتطلب مني طلب زي ده حرفيا زي ما قلت لحضرتك انا شعري شاب، انا شعري شاب. فوجئت انا حتى وهي بتتكلم معايا كنت دايما اقول لها عيب، غصب عني كنت بقول لها عيب، ازاي جرأتي انت تعرفيني شخصيا انك تطلبي حاجه زي كده مني؟ حصل معايا كان في اكونت ظهر من فتره بيبعت اضافه صداقه لاغلب سيدات القريه بلدي يعني، وبيطلب ومدعي ان هي طبيبه علاقات زوجيه. بتخش تكلم الناس على الخاص وتقول لهم ان انا دكتوره نساء قسم علاقات زوجيه، وتبدا تستدركهم في الكلام خاص جدا وتبدا تتكلم معاهم في حاجات خاصه حاجات جنسيه خاصه. وفي الغالب اغلب السيدات بتعمل لها بلوك، وفي ناس ما عملتلهاش بلوك للاسف وتجاوبوا معاها. اللي كان بيكلمني كان ماشي بسيستم معين، بتبدا تتكلم في الاول بتديني الاطمئنان ان هي ست وان انا ست زيك، واخد الاطمئنان معاها، وتبدا بعد كده تاخد الاريحيه في الهزار. بعد كده تبدا تتكلم بعض المصطلحات الطبيه، بالفعل عندها بعض المصطلحات الطبيه. وبعد كده تبدا تبعت صور مخله وتبدا تسال اسئله خاصه جدا، اسئله جنسيه خاصه. هو انا لما نشرت خبر القبض عليها، كانت اتقبض عليها في اثناء التحقيقات، ونشرت خبر ان عرفنا هي مين، بالفعل ناس كتير دخلت لي على الخاص وكلمتني وقالت لي حصل كذا كذا. في ناس قالت لي طلب منهم فلوس، وفي ناس طلبت منهم على اقامه علاقه، وفي ناس انجرفت للاسف وقالت لها بعض الامور خاصه بينها وبين زوجها، وكانت خايفه جدا. هي قالت لي الاكونت، خلينا اتكلم كلام قانوني، هي قالت لي الاكونت الحاجات دي، يعني المستخدم الاكونت هو ده اللي حصل معايا. كونها هي او مش هي المباحث اللي قالت كده مش انا. فده حصل، هم ما كانش حد عارف مين هي، الى ان انا نشرت خبر القبض عليها وبدات اقول ان احنا عرفناها هي مين. بدأ ناس تشتكي لي وبدأت ناس طب ليه ما حصل. بالفعل في ناس قالت لي ان هي ناس دخلت لها بهدف ان هي اخصائيه علاج طبيعي محتاجه تعمل كذا وكذا، وبعضهم قالوا ان هم بتوع مساج بنقدر نعمل كذا ونعمل كذا وصوري كذا وصوري لنا كذا. طبعا بالفعل انا حسيت بكده، لكن الاحساس ده حقيقي ولا لا، ان هي مش مجرد حاجه فرديه، انا مش عندي معلومه وما اقدرش اكدها. انا كنت مقرره ان انا ابلغ عنها، بس ما تخيلتش الوضع بالسوء ده، وما تخيلتش نهائي ان ممكن تطلب حاجه زي كده مني، خاصه اللي هو ازاي انت ازاي جرأتي انت تعرفيني شخصيا انك تطلبي حاجه زي كده مني. هو فكره ان احنا اتصدمنا من حاجه زي كده، او ان ده جديد على مجتمعنا، او استغربنا، ده فكره صحيه الى حد ما. وده اللي انا خايفه منه، ان احنا نوصل لمرحله ان احنا لما نسمع عن حاجه زي كده نعتبرها عادي، نعتبرها كانها قضيه ضرب او قضيه بسيطه. يعني كويس ان احنا لسه بنفزع من جرائم زي دي. فكان امر صعب بالنسبه لي. يعني اول ما لقيتها بتطلب مني طلب زي ده حرفيا زي ما قلت لحضرتك انا شعري شاب، انا مش متخيله ان ده ممكن يحصل اصلا، او حاجه تكون قريبه مني. هي كانت بتدافع وده حقها ان هي ما شافتش الرقم ده خالص، ما تعرفوش. طبعا صعب قوي ان هي تقول كده، لان الرقم باسمها، الرقم مباحث الانترنت قالت ان الرقم باسمها وبطاقتها برقم بطاقتها، وده طبعا لها تقنيه عاليه يعني موجوده، مش جزافا. يعني هنا بدات انا كفاطمه كمحاميه وعندي خبره ومش ساذجه عشان اقول ان دي دكتوره، بس خلينا اقول هنا بدات احس باحساس الخطر. تمام. يعني بدات احس بناقوس خطر بيدق جوايا يعني. فبتبدا بعد كده تبدا تاخد الموضوع صداقه،
وتبدا تشيل يعني يا دكتور، لا مش عايزه دكتور ومش عايزه يا دكتوره مثلا، لا بلاش دكتوره بلاش استاذه، خلينا اصحاب وخلينا اخوات، احنا نعرف بعض وكلنا بتاع. وتبدا تتكلم كتير جدا في خصوص ان هي تتعمق العلاقه مع بعض كصداقه عاديه. وبعد كده تبدا تتكلم في حاجات خاصه، جنسيه خاصه، اسئله خاصه على انها دكتوره، وتحاول تنصحني ازاي تتعاملي في كذا، وازاي تتعاملي كونك مطلقه من غير راجل ازاي. وكانت اغلب كلامها تحاول انا جاريه قوي في الكلام، معلش انا اسفه بس ده مصطلح علمي، انا هقول ماستربيشن اللي هي العاده السريه. السيدات كانت بتحاول تحللها كتير قوي وتحاول تشجع عليها. وده هنا انا صعبت وجيت انا حتى وهي بتتكلم معايا كنت دايما اقول لها عيب، غصب عني كنت بقول لها عيب. طب اتكلمني مصطلحات علميه زي ما كنت بتتكلمي في الاول، يعني الكلام ده صعب ان استحمله. يعني هننصح الاول البنات الصغيره او السيدات او ايا كان اي فئه، هنقول الناس دي غيرها او هي او غيرها او بيستغلوا نقط ضعف فيهم، نقط احتياج ليهم، نقط فضول وعدم معرفه وعدم وعي، ده كله بيستغلوه. هنقول لهم هنحاول بقدر الامكان